عاوزة اجهز غدا حلو وقيم، وفي نفس الوقت يكون شيك، وفي نفس الوقت يكون غدا حلو كده، وكمان ما نقفش في المطبخ كتير. اللي انتوا شايفينه قدامكم ده كباب حلة. حطيت فيه بطاطس بالطريقة اللي حضراتكم شايفينها دي، حتة لحمة هتاكلوها بالاخر بانجح طريقة، مع شوية الرز اللي عمرهم ما هيفشلوا منك ابدا. اذكروا الله وصلوا على محمد، وما تنسوش المتابعة والاشتراك للصفحة. ويلا بينا نشوف الطريقة. عندي هنا كيلو لحمة. انا استخدمت عندي لحمة كندوز، ولازم تكون حتة لحمة ناعمة، او تكون حتة لحمة من اللي هي فيها ملبس للكباب الحل. تمام. هجيب كيلو اللحمة اللي عندي، وحسب طبعا نوعية القطعية اللي عندك. اهم حاجة تكون اللحمة ناعمة، حتة اللحمة اللي بشتغل بيها تكون ناعمة. تمام. وتكون ملبسة زي ما انتوا شايفين كده. جبت هنا عندي بقى القطاعة، وبدأت ان انا اقطع حتت متوسطة للحمة، لا هي تبقى كبيرة قوي ولا تبقى هي صغيرة قوي. تمام. هبدأ امسك قطع اللحمة كده وابدأ اقطع فيها بالطريقة اللي حضراتكم شايفينها دي. نقطعها كده حتت، لا هي صغيرة ولا هي كبيرة، عشان خاطر تبقى بين البنين بالشكل اللي حضراتكم شايفينه. تقدر تستخدمي الوصفة بنص كيلو، بكيلو، على حسب افراد اسرتك وعلى حسب الكمية اللي عندك. هنعملها بطريقة سهلة جدا، بسيطة جدا، وكمان هنضيف لها مكعبات بطاطس هتنقل الطعم وهتخلي الطعم في حتة تانية. لو وصلتوا معايا لحد هنا ما تنسوش تشتركوا في القناة وتصلوا على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. وما تنسوش بقى تشتركوا وتتابعوني على التيك توك واليوتيوب، وتعملوا متابعة الصفحة وتصلوا على الرسول، لأنه هو ده سر النجاح. قطعنا اللحمة كويس. عندي هنا بصل، أنا حاطة حوالي 4 بصلات كبار. البصل عندي أساسي في الوصفة دي. هجيب الحلة وهبدأ أخرط البصل، تخرطوه على ايديكم عشان يدبل معاكم بسرعة. حابة تضيفيه في الكبة تمام، ولكن ما تنعموش قوي. هخرط البصل بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي. خلاص خلصت كمية البصل كلها اللي عندي. ببدأ ادي تسخينة على النار للبصل في الحلة عشان نطلع اي روائح كريهة في البصل. بعد كده هنزل بحتة سمنة، اي نوع سمنة عندك، سواء بلدي سواء زبدة، زي ما تحبي. هنحط معلقة كبيرة، وكمان هنضيف شوية من الزيت بالطريقة اللي حضراتكم شايفينها دي. وهبدأ اقلب في البصلاية بتاعتي، وهروح جايبة معلقة كبيرة من السكر، وهبدأ اضيفها على البصلة عشان خاطر تتكرمل معايا. ايوه كده. نحط معلقة السكر ونبدأ ان احنا نشوح في البصل. معلقة السكر هتدينا لون حلو وقوام حلو جدا للصوص، وهتكرمل البصل معانا كمان. تمام. بعد كده هجيب مكعبات اللحمة عندي، وهبدأ ان انزل عليها بالبصل، قصدي هنزل فيها بالبصل بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي. كل اللحمة اللي قطعتها، ولازم تبقى حتت فيها ملبس كده. تمام. بدأت ان انا بقى ايه اشوح في اللحمة بتاعتي بالطريقة اللي حضراتكم شايفينها لحد ما اللحمة بتاعتي تاخد لون. ركزوا جدا في الوصفة لان طعمها حلو جدا وسهلة وبسيطة، وكمان تنفع للافراح والمناسبات بكميات كبيرة طبعا. حطيت شوية فلفل اسود واللحمة بتتشوح مع البصل. وعايزة اقول لكم بقى ان معلقة السكر هتخلي البصلاية مكرملة كده في حتة اللحمة، وهتديها لون حلو قوي. نشوح كده بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي. خلاص شايفين بقى ما شاء الله اللحمه اتشوحت عندي، ولون البصله باللحمه غمق. ده يعني اللحمه بتاعتي اتشوحت بطريقه حلوه جدا زي ما انتوا شايفين كده. تمام. دلوقتي بقى هجيب عندي ميه بتغلي من على النار سخنه، سخنيها في الكاتل او في البراد او اي حاجه عندك، وهبدا انزل بالميه زي ما حضراتكم شايفين اللي هي بتغلي. عندك ميه وعندك مرقه تمام. ولكن طبعا انا لو هعمل لا اكله زي دي
ممكن ما يكونش عندي مرقة، خلاص انا اللحمة استخدمتها في الوصفة. هغطي عليها النار لحد ما تاخد غلوة على النار عالية. بعد كده هوطي، واول ما اللحمة تدخل في السوا، وركزوا جدا في الحتة دي، اول ما اللحمة تدخل في السوا هروح نازلة عليها بالبطاطس، بحوالي نص كيلو من البطاطس. تمام. اول ما اللحمة تستوي، اللحمة تبقى الشوكة بتغرس فيها. تمام كده بقى حطيت البطاطس، وهبدأ اني احط شوية فلفل اسود تاني، واحط شوية ملح عشان طبعا اللحمة استوت. تمام. هبدأ برضو موطية النار على نار واطية هادية جدا لحد مكعبات البطاطس ما تستوي عندي في الصوص ده. بقى عايزة اقول لكم حاجة رهيبة جدا. تعالوا بقى عقبال ما تستوي نعمل شوية رز بشعرية مفلفلين من اللي قلبك يحبهم. طبعا رز يعني زيت عشان خاطر الفلفلة. تمام. حطيت الزيت يسخن في الحلة زي ما حضراتكم شايفين كده. نزلت بالشعرية. انا بحط كمية الشعرية ربع مقدار الرز، قصدي نص مقدار الرز. يعني لو عاملة نص كيلو رز تعملوا ربع كيلو من الشعرية. هنحمر الشعرية لحد ما تاخد لي اللون الذهبي اللي حضراتكم شايفينه ده. واساسي مهم جدا، لان لو لونها افتح من كده هتبقى نية، لو لونها هيبقى اغمق هتتحرق. تمام. نخلي الرز بشعرية عندي ذهبي زي ما حضراتكم شايفين. هضيف مكعب مرق للشعرية، بيدي طعم حلو جدا في الرز. عايزه اقول لكم بقى ان الرز دي طريقه رز الافراح بتاعت الشيفات الكبيره اللي بيعملوها. بيبقى رز افراح جميل كده بالشعريه. وكمان عايزه اقول لكم ان وجبه البطاطس باللحمه دي لو اتعملت، او وجبه كباب الحله باللحمه، الاختراع اللي انتوا شايفينها دي زي ما حضراتكم شايفين كده، اكله تحفه جدا. ضفت الملح وظبطت ميه الرز وهسيبه لحد ما يستوي. وكده بقى عايزه اقول لكم بصوا اللحمه بتدوب دوب مع الصوص الخطير اللي نازل منها، والبطاطس استوت جدا زي ما انتوا شايفين كده. وكمان شويه الرز طالعين اللهم بارك. بصوا شايفين اللحمه بقى مع الصوص المكرمل مع البطاطس، حاجه كده اللهم بارك. ان وصلت معايا لحد هنا حطي اللايك وما تنسيش المتابعه. اشوفكم على خير، اشوفكم في فيديو جديد. السلام عليكم.